الفطير اللي ملوش حل ده اتعمل في اقل من ساعة، واتعمل بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش ما فيهاش تعقيدات. يعني اي حد هيعرف يعمله، مش لازم تكون يعني بقالك كتير بتعمليه. بصوا عاملاه ازاي مورق وتحفة. ده بقى عايز حتة جبنة قديمة وشوية عسل وبألف هنا. يلا بقى قومي هاتي شوية الدقيق اللي عندك وتعالي نعمل بيه احلى فطيرة. بصوا يا بنات، ده كيلو دقيق. انا هعمل كيلو دقيق، هعمل منه فطيرتين، يعني النص كيلو يعمل لي فطيرة واحدة. انا حطيت على كيلو الدقيق معلقة صغيرة من البيكنج باودر، لو عايزة تستغني عنه براحتك، بس بصراحة بيدي توريقة حلوة. وحطيت معلقة صغيرة من الملح، وحطيت معلقتين كبار من السكر. كيلو الدقيق يا بنات خد 3 كوبايات مية. انا ما زودتش مية تاني خالص على ال3 كوبايات، وبرضو حسب نوع الدقيق. انا هنا الكيلو بتاعي خد 3 كوبايات مية بس، وبنزلها شوية شوية وابتدي اعجن بالشكل ده. وحتى لو لقيتيها بتلزق في ايدك ما تقلقيش، مع العجن هتلاقيها خلاص فكت من ايديكي. اهو شايفين يا بنات؟ بصي كده هتبتدي تفك خالص من الايد. طبعا لو في عجان هيريحك كتير جدا، بس ما فيش عجان برضو مش هتتعبي فيه. ما خدش 5 دقايق عجن. هي كده خلاص. هي كده خلصت معايا. بصوا العجينة بتلزق خفيف جدا، بس ما بتمسكش في الايد، يعني ما تكونش العجينة بتاعتها ناشفة في ايدك. بس هي كده خلصت. انا بقى مش هسيبها ترتاح على طول. انا جبت الصينية بتاعتي، وده حتة زبدة كده فلاحي صفرة، عليها شوية زيت. وابتدي بقى اقسم العجينة بتاعتي على نصين، كل نص يعتبر نص كيلو، وكل نص هقسمه ل7 كرات، واحدة كبيرة شوية والباقي اصغر منها، يعني واحدة كبيرة و6 صغيرين. اهو بالشكل ده كده يا بنات. هخلص بقى كل الكمية وهاجي اوريكي شكلهم عاملين ازاي. اهو بالشكل ده كده، يعني نص كيلو، واحدة كبيرة كورة كبيرة و6 صغيرين. ادهنه بقى، انا اكون دهنه الصينيه بتاعتي الاول بالزيت، وادهن بقى وش الفطير بتاعي بالزبده او بالزيت، يعني لو حابه تعمليه بالزيت بس براحتك. انا بصراحه عملته بالزبده على الزيت. واهم حاجه يا بنات تسيبوا الكرات دي ترتاح حوالي نص ساعه علشان تتفرد معاكم بكل سهوله. بص بقى في نفس الصينيه كده انا فضيتها، عشان دي اللي هشتغل فيها من غير بقى ما بهدل الدنيا حواليا. عاوزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله جدا، وفي نفس الوقت ما بهدلتش الدنيا معايا. بصوا فردتها ازاي بايدي، ولو اتقطع منها حته ما تقلقوش، كل دوت هيتدارى واحنا بنطبقها. اهم حاجه الحروف بتاعتها تفرديها كويس جدا عشان ما تبقاش مكلكعه معاكي، واطبقها بالشكل ده كده. واهم حاجه وانتي بتطبقيها تحطي دهنه سمنه خفيفه عشان تبقى مورقه. ادي واحده تانية اهي، اديتها دهنه سمنه ونزلت باللي انا طبقتها، وهطبق نفس التطبيقه عليها. شايفين يا بنات كده انا عملت ايه؟ اجرب لكم واحده تاني اهو بالشكل ده كده. هعمل كله بالشكل ده. دي كانت اخر واحده، ديت اللي هي الكوره الكبيره، خليتها اخر واحده. يعني بنعمل الكور الصغيره الاول
وبعد كده اخر حاجة خالص الكرة الكبيرة برضو في صينية مدهونة، وحطيت عليها حطيت الفطيرة وهغطيها بقى واسيبها ترتاح نص ساعة. ودي التانية يا بنات. يبقى انا كده سبت الكور بتاعتي بعد ما قطعتها ترتاح، وبعد كده سبتها ترتاح تاني بعد ما عملتها فطيرة، يعني سبتها ترتاح مرتين يا بنات، وكل مرة مش اقل من نص ساعة. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة عشان ارتاحت. برضو الكور وانا بفردها برضو لو ما ارتاحتش مش هتتفرد معايا بسهولة. اهم حاجة يا بنات، بصوا فردتها كده بكل سهولة، وحطيت على الوش شوية زبدة على زيت. شايفين في الفرن عاملة ازاي؟ وادي التانية برضو هفردها. ما تقلقوش من السمنة اللي فيها ديت، هتشربها وهي بتستوي يا بنات، ما تقلقوش. ودهنت الوش بتاعها، لو عندك حتة قشطة بقى يا سلام، بس انا ما كانش عندي. اتفرجوا بقى على الجمال. شايفين الشكل يا بنات؟ انتي بتتابعيها في الفرن، لو خدت لون من تحت يبقى نولع عليها الشواية، مش هتاخد معاكي ثواني، وانتي واقفة ما تسيبيهاش، هي مش هتاخد ربع ساعة يا بنات في الفرن. شايفين شكلها مورقة ازاي وتحفة؟ مش محتاجة يعني نكون خبرة يعني في الفطير، هيتعمل بكل سهولة. واكون بقى محضرة حتة جبنة قديمة كده وشوية عسل، حاجة كده تحفة. الله على الجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا.